أهلا بكم من جديد إلى فقرة تجربتي لهذا الأسبوع، والتي نتعرف وإياكم من خلالها على تجربة متميزة في الفن التشكيلي من خارج حدود الوطن، حيث نذهب وإياكم إلى شرق المملكة العربية السعودية وإلى القطيف بالتحديد لندخل عالم الفنانة التشكيلية ليلى مال الله، صاحبة التجربة العريقة في الرسم والتشكيل والجرافيك. ضيفتنا شاركت بعشرات المعارض المتعددة في أنحاء السعودية والوطن العربي وأوروبا أيضا، وهي اليوم أنهت معارضها الخاص في بيروت. نرحب بها معنا. طبعا نحن سعداء بلقائك في قناة المنار وفي لبنان. أهلا وسهلا فيك معنا ليلى مال الله الفنانة التشكيلية. تسلمي ويسعد صباحك. خلينا نبدأ وإياك من تقرير يلقي الضوء على أحد أعمالك، وهو المعرض الذي قمت به في بيروت، ثم نعود مع مشاهدينا فلا تذهبوا بعيدا. بحرفية عالية وموهبة متقنة تقدم ضيفتنا لمحبي الفن العريق لوحات رائعة المظهر وعظيمة الدلالات، تبحر في لوحاتها إلى الأعماق لتجبرك على الغوص معها والوقوف ولو للحظات للتأمل في تفاصيل اللوحة وقراءة المعاني التي تغنيها وتعطيها لمسة فنية مدهشة. ضيفتنا قطيفية المنشأ نسبة إلى بلدة القطيف السعودية التي تعشقها وتفتخر بالانتماء إليها، وتعترف بأن تراثها العريق هو مصدر الوحي في مواضيع وواقعية أعمالها. ومن القطيف حملت ضيفتنا أعمالها المتنوعة ولوحاتها الفنية إلى مختلف أنحاء السعودية، ومنها إلى بلاد عربية وغربية عديدة، وعلى رأسها تونس والمغرب ومصر والنرويج. أما لبنان الذي تعتبره بلدها الثاني وتحمل جنسية مواطنيه، فقد خصصت له معرضها الشخصي الأول الذي افتتحته منذ يومين تحت عنوان أنثى الرمال، والذي ضم حوالي 50 لوحة. بين خربشات الروح وأنثى الرمال عناوين وأسماء مختلفة حملتها معارض ضيفتنا، التي استوحت من الواقع والتراث ألواناً وأشكالاً وعناصر تجسدت في أعمالها الفنية أفضل تجسيد ممكن، محاطاً بلمسة فنية مبدعة تتفرد بها ريشة الفنانة السعودية المتميزة ليلى مال الله. نعود معكم مشاهدينا ونرحب من جديد بالفنانة السعودية التشكيلية ليلى مال الله. أهلا وسهلا فيك معنا. خلينا نبدأ من بداياتك بالفن التشكيلي، هل هو مجرد هواية أم تطلع نحو الاحتراف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو هواية بالأول، ابتدأت أحب أرسم كذا من أني صغيرة حسيت، وبعدين دخلت إلى معهد أخذ أساسيات الرسم خاصة في الرصاص، لأجل أنك تعرفي الفرق بين الظل والضوء والتكوين والمنظور. ومن انتقلت إلى الألوان الجواش والأكليريك، وبعد منها دخلت إلى عالم الألوان الزيتية، وهو عالم واسع طبعا وتحسي فيه إبداع أكثر من خلط الألوان وجمالياتها. طبعا هي بداية زي ما قلت، هي أول شيء موهبة طبعا، ومنها بعدين لازم تاخذي دراسة. درست في معهد. طيب الاحتراف، يعني متى بدأتي بطريق الاحتراف بالفن التشكيلي؟ عالم الفن عالم مثل البحر واسع، مستحيل نقول وصلنا للاحتراف. لازلنا نغوص في عالم الفن، يعني كل ما أخذتي وكل ما رسمتي وكل ما دخلتي في أشياء في تجارب جديدة تحسي لا زال الإنسان يحتاج إلى إنه يدرس أكثر ويتعرف على عالم الفن أكثر، وبالاستمرارية يعني بالرسم المستمر على طول شبه يومي تكتشفي أشياء في عالم الفن. هيدا أكيد تواضع منك، والإنسان إذا ما يعني حس إنه ما وصل للاحتراف هيدا حافز بضل عنده للنجاح أكثر وأكثر. يعني ثنائية المرأة والفن التشكيلي في أي بلد مختلف عن بلدك المملكة العربية السعودية، كيف تجاوزتي هذا الواقع؟
لا الحمد لله عندنا متاح الرسم بشكل طبيعي، وخاصة بعد عندنا في منطقتنا في القطيف تحسي حركة الفن وخاصة التشكيل لها وقع في المنطقة بشكل يعني في لها جمهور وفي لها اهتمام كبير. يعني في عندنا نحن مركز الخدمة الاجتماعية مهم في المنطقة، عندنا على طول حول السنة في نشاطات وفي تشجيع، حتى الجمهور لما يحضر عندنا في تشجيع. يعني احنا نحس بالتعب اللي نتعبه أثناء الرسم أو تحضير أي معرض، لما يكون في تجاوب بيننا وبين جمهورنا أكيد في تقدير. أنت عضو بجماعة الفن التشكيلي بمنطقة القطيف أيضا، شو بتخبرينا عن هيدي الجماعة؟ جماعة الفن في القطيف جماعة مهمة جدا، والحلو فينا ان احنا نشتغل كروح واحدة، كأن عائلة واحدة. يعني لو كان في احد منا عنده معرض فتحسي المعرض للكل مش لشخص معين. نعم. هي جماعة كانت فكرتها بدأت من تقريبا 32 سنة. والقائم عليها في الأستاذ علوي الخباز، أقدم له تحية لأن نعتبره أبونا في الجماعة. بعدين صار في تقريبا جماعة القطيف اللي أكثر شيء تحددت من تقريبا 16 سنة. قام برئيسها الأستاذ محمد الحمران، طبعا هو فنان تشكيلي، ونائبه الأستاذ الفنان الرائع جدا ملك الرصاص نسميه علي الجشي، وفي حسين حبيل، وفي أنا طبعا مينة السر، وفي سيما العبد الحي، وفي كريمة المسيري. نحن مجموعة، احنا تقريبا المسؤولين عن هذا الشيء، بس طبعا في معنا أعضاء. في تلقف للأعمال اللي عم تقوموا فيها بمنطقة القطيف حيث تتواجدين؟ اي طبعا في اهتمام كبير بالفعل، في اهتمام كبير. يعني هذه الجماعة لها أهداف كمان، لها أهداف مهمة جدا. نعم. هي احتضنت الفنانين التشكيليين المحترفين بالإضافة للهوايات وتنميتها. عرفتي كيف؟ على طول في دورات، على طول في يعني مساعدة لأي شخص يحب يعمل معرض، فتحسي في تعاون من جميع الأعضاء. هي أول ما تكونت ما كان في أعضاء ولا كان فيها عضوية كبيرة، بس تقريبا الآن فيها أكثر من 80 عضو رسمي. طيب خلينا نحكي شوي عن لوحاتك سيدة ليلى، يمكن عم نشوف بعضها معنا. شو العناصر اللي بتطغى على لوحتك التشكيلية؟ الوجوه، الألوان، يمكن مناظر طبيعية؟ في هذا المعرض بالأخص أنا حددت على الوجه، لأن أعتبر الوجه هو مرآة الجسد، وبعدين نظرات العيون أكثر شيء. لكل لوحة تشوفي نظرة العين مختلفة، فيها يعني محاكاة للحالة الإنسانية تقريبا. بس في نوع من الألم حسيت طبعا يعني من خلال طبعا هيدي اللوحات، شو قصدتي من خلالها؟ أنا حددت أكثر شيء عن المرأة بعد، مش بس إنه مثل هذه صورة الطفل فيها نظرة ما أدري حسيت فيها شيء فحبيتها، فحبيت أرسمها. عرفتي كيف؟ بس نعم. حتى الجرافيك، لأنه أنا عرضت تجربتين، تجربة جرافيك سلك سكرين بالإضافة إلى الواقع. السلك سكرين حددت فيه أكثر شيء نظرة العين. يعني هي لغة، العين لغة. طب وين بتلاقي حالك أكثر، بالجرافيك أم بالرسم بالفن التشكيلي؟ المشكلة أحب الاثنين. أحب الاثنين، وأكثر شيء الواقع، أميل إلى الواقع أكثر شيء. يعني مهما أطلع منه أرجع إليه على طول. شاركتي طبعا بعدد كبير من المعارض، ماذا تعني لك كل هذه المشاركات ومن بين طبعا معرض بيروت؟ أثبت هويتي كامرأة سعودية وأفتخر بذلك وين ما أروح، لأن يعني تعرفي العالم، أعتقد أن الفنان هو كأنه سفير لبلده وين ما راح، وخاصة لما أرسم يعني واقعي والتراث، فأني أنقل هوية بلدي إلى العالم، أعرف العالم على هويتي السعودية. هل ترسمين سيدة ليلى بشكل يومي أم تبعا لمناسبات معينة؟ لا طبعا، خاصة لما يكون عندي معرض بشكل يومي، بشكل يومي إجباري لحتى أستطيع أن يعني الوقت بيكون ضيق، ما تلحقي، لازم تحتاجي إلى الرسم يوم. طب في أحداث بتستوقفك وهيك بتفرض حالة عليك من خلال لوحات معينة؟ هي في حالات أنا أتأثر لما أكثر شيء يعني بموضوع الأمومة. أحس هي أساسا الدنيا أم، فموضوع الأمومة يأثر فيه أكثر شيء. وحتى هو موضوع معرضي هو عن المرأة، لأن أنا أشعر أن المرأة هي مش بس نصف المجتمع، هي نصف اللي أنجبت الآخر كمان.